انت تعرف ان انت لما تفرك عينك كده نظرك هيتحسن، وكتير من امراض العيون التانية هتتحسن. وده السر اللي احنا مخبيينه عليكم كدكاترة عيون. هعرفكم الموضوع بالكامل كمان شوية، بس الاول لو صدقت الكلام اللي انا بقوله ده فانا زعلان منك قوي. انا زعلان منك لانك انت مش بتشغل دماغك. يعني ايه واحد عنده ضعف نظر لما يعمل كده فوق وتحت او باي طريقة إن كانت نظره هيتحسن؟ هل الموضوع بالسهولة دي؟ هل ضعف النظر بالسهولة دي؟ هل الموضوع الشائك اللي بيأثر على نسبة كبيرة قوي من سكان العالم هيتحل بحاجة تافهة وسهلة زي كده؟ احنا لحد امتى هنصدق اي حد بيقول لنا اي حاجة؟ ده ربنا بيقول لنا: واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسأل دكتور، ما تسمعش من اي حد يقول لك اي حاجة. موضوع التمارين اللي بتحسن النظر ده واحد من ابرز الشائعات، وواحد من أبرز الأساطير في مجال العيون من ساعة ما أنا بدأت أوعى على طب العيون. موضوع ضعف النظر مش بيتحل للأسف بأي تمارين، ولو كان الموضوع سهل كده ما كانتش بقت مشكلة متفاقمة، وما كانش بقى العالم بيتنبأ إن بعد 20 سنة هيكون في 50% من الناس عندهم ضعف نظر. حلول تصليح وعلاج ضعف النظر معروفة، وهي النظارات الطبية، العدسات اللاصقة، عمليات تصحيح الإبصار سواء عن طريق الليزر أو زراعة العدسات. مفيش أي حاجة تقول إن أنا لما هفرك عيني هيغير في شكل عيني وهيخليني إن أنا أشوف كويس أو هيعالج أي مرض من أمراض العيون. احنا قلنا قبل كده ان في بعض التمارين احنا بنعملها لبعض الاشياء او الحاجات التانية. التمارين اللي احنا بنعملها زي اللي احنا بنغطي العين عشان العين الكسلان ابدا ان انا اعتمد عليها. في بعض التمارين اللي هو البين تيست، لو واحد عنده عينه خارجه لبره فانا بعود العضله الداخليه ان هي تشتغل شويه، ودي فيها بعض القولان. دي التمارين اللي احنا بنعملها. في بعض الناس بنقول لهم اعملوا كمادات ميه دافيه ومساج بسيط في العين في التهاب الجفن المزمن، انما غير كده مفيش. هي الثلاث وسائل اللي انا قلت عليها دي. ما تتخيلوش ان واحد هيضغط على مثلا القرنيه فهيشوف كويس. احنا بنعمل كده لحظيا لما يكون عندنا ضعف نظر وبنعمل كده، بنضغط على القرنيه فعلا فبنشوف كويس. بس اللي احنا ما نعرفوش ان القرنيه بتاعتنا عامله زي كره التنس، يعني انت لما هتضغط عليها هترجع مره تانية. ده هم العلماء بقى والدكاترة بصورة علمية عملوا عدسة اسمها عدسة النوم. عدسة بتضغط على القرنية بصورة معينة تلبسها لما تنام طول فترة النوم. لما تصحى هتحس ان نظرك اتحسن شوية، بس هل تأثيرها دائم؟ لا، دي هترجع تطلع تاني. وعدسة غالية جدا ومش كل الناس بتستفيد منها، فما تصدقوش بعد إذنكم أي حد يقول لكم أي حاجة. ده تصوير بالام ار اي بيبين لك كم الضرر اللي بيحصل على القرنيه بتاعتك لما تفرك فيها فرك شديد. ده غير ان هو كمان بيزود السمار زي ما هم بيقولوا حوالين العين، وبيزود تدهور القرنيه المخروطيه. اوعى حد يفرك عينه فرك شديد، انا نبهت.